الأسئلة الأخيرة اللي بتجيني إنه يا سفير ليش ما بترضى إنك إذا شي مع واحد جولة أو إذا شي مع واحد فزعة حساب أو إذا شي مع واحد تحدي إنك تطلع تقول تابعوه أو تفزع معه حتى وإن كان طيب أو إن كان قليل أدب. أنا إنسان ما ودي أتعود على هذا الشيء، مش هو كبر ولا غرور، ولا يمكن إنه يكون محتواه أفضل من محتوايا وأجمل مني، بس أنا ما أحب إن أنا أطلع أقول لكم أو أجبر متابعيني على إنهم يتابعوا فلان أو يفزعوا لفلان أو يعني يلحقوا بعد فلان، لأن فلان أنا ما عرفته إلا في السوشيال ميديا. أنا ما نشداري إيش يفعل في المستقبل، أشبهكم محتواه، يمكن يطلع مع بنات، يمكن يسب، يمكن يزعل ويطلع لي فيديو وأنا بين أقول تابعوا هذا رجال يستاهل. مشكلة، لذلك الإنسان يدرس كلامه وأفكاره قبل أن ينشر. فأنا يعني هي دقيقتين النشر بنشر وأقول لكم تابعوا فلان، بس بعدين في المستقبل افرضوا طلع معاه بنات، افرضوا طلع على حاجة مش حلوة، افرضوا تسابقوا، افرضوا سب، افرضوا عنصرية، افرضوا حرض، ويطلع الفيديو حقي وانا اقول تابعوا هذا انسان رجال، هذا انسان كفو، هذا انسان. انا مالي في هذا الكلام، اللي يحب يتابعني على عيني وراسي. عمري ما قد احد نشر لي فيديو واحد يقول تابعوا سفير الشعراء، ولا انا بحاجة واحد، ولا مستعد ان انا انزل نفسي لاي واحد اقول له انشر لي فيديو يتابعوني. انا بترفع محتوايا من 1000 للمليون بنفسي، يحضروا حسابي وقده 200 300 ألف نص مليون وابدأ من جديد وحدي، بفضل متابعيني وبفضل حب الناس يرفعوني. هذا هو. اما ان انا اطلع لفلان افعل لي ونسوي لي، انا ما لي دخل في هذا الامور كلها. ذي حيتابعني حياه ودي ما حيتابعنيش على عيني وراسي.